هل تعاني من النحافة أو مش قادر تزود وزنك؟ لو كده الفيديو ده ليك. هقولك على 3 خطوات فعالة لزيادة وزنك وبناء عضلات قوية في 30 يوم. لو التزمت بيهم هتشوف الفرق بسرعة. الخطوة الأولى التغذية السليمة. لو عايز تزود وزنك لازم تبدأ بالأكل الصح. خلي البروتين هو الأساس في نظامك الغذائي، زي اللحمة، الفراخ، الأسماك أو البيض. ما تنساش الكربوهيدرات الصحية زي الرز البني، البطاطا والشوفان. وكمان لازم تضيف الخضار والفاكهة لوجباتك. لو مش قادر تاكل وجبات كبيرة حاول تقسم وجباتك على مدار اليوم، وده هيساعدك تزود سعراتك بطريقة صحية. لكن عشان تعرف تحدد كمية الأكل اللي لازم تاكلها لازم تعرف حساباتك بالظبط. عشان تزود وزنك بشكل صحي وفعال في قاعدة بسيطة. أول حاجة لازم تحدد وزنك الحالي، بعدين تضرب وزنك في 35 ل 40 سعر حراري لكل كيلو جرام عشان تحدد احتياجك اليومية من السعرات. لو كنت شخص رياضي أو بتتمرن ممكن تضيف 200 ل 300 سعر حراري زيادة. مثالاً لو وزنك 60 كيلو ضربهم في 35 هيديك 2100 سعر حراري تقريباً كاحتياج يومي. لو كنت عايز تضيف 300 سعر حراري لزيادة الوزن يبقى احتياجك 2400 سعر حراري يومياً. الخطوة الثانية البروتين والكربوهيدرات. البروتين لازم تاخد من 1.6 إلى 2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزنك. يعني لو وزنك 60 كيلو يبقى محتاج 96 ل 120 جرام بروتين يوميا. الكربوهيدرات خلي الكربوهيدرات تكون 4 ل 6 جرام لكل كيلو جرام من وزنك. لو وزنك 60 كيلو هتحتاج حوالي 240 ل 360 جرام كربوهيدرات. الدهون حوالي 0.8 إلى 1 جرام لكل كيلو جرام من وزنك. لو وزنك 60 كيلو هتحتاج حوالي 48 ل 60 جرام دهون يومياً. الخطوة الثالثة التمرين. لو عايز تبني عضلات وتزود وزنك خلي تمارين المقاومة هي الأساس. ممكن تبدأ بتمارين زي سكوات، ارفع أوزان، أو تمارين البطن. لو كنت راجل خلي تمارين زي الرفعات المركبة هي الأساس. ولو كنت ست نفس التمارين هتبني عضلاتك وتساعدك في زيادة الوزن. ابدأ 3 ل 4 مرات في الأسبوع وزود التمرين تدريجياً. وأخيراً الاستمرارية. مهم جداً تلتزم وتكون مستمر في التمارين والأكل الصحي. كل يوم هتتمرنوا هتزود وزنك إيه؟ العميل اللي عرضناه أمامكم من عملاء فيت زون اللي قدرنا نغيرهم ونقدر كمان نغيركم. لو حسيت بالتعب فكر في الهدف اللي نفسك توصل له وخليك متحفز عشان توصل للنتيجة اللي تستحقها. لو الفيديو ده عجبك وكان مفيد ليك دوس لايك واشترك في قناة فيت زون كوتش محمد أما علشان تتابع كل نصائحنا لزيادة الوزن وبناء العضلات. خليك مستمر وإن شاء الله هتوصل للنتيجة اللي نفسك فيها.